السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ما تعرفنيش، معاكم مصطفى محمد، ثانوية عامة 26 وحاليا طب بشري. النهارده في الفيديو ده هجاوب على الأسئلة اللي الناس بعتتها لي في الأسك واللي بتتكرر كتير جدا في الكومنتات، حتى لو أنت ما بعتش قبل كده، بس ممكن الأسئلة دي تكون في دماغك وأنت ما بعتهاش. فتابع معانا لآخر الفيديو. وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. أول سؤال: ما خلصتش المراجعة الجزئية ولسه ما بدأتش حل شوامل. بص، ان انت تحل شوامل ده مش مترتب ان انت تجيب مجموع عالي. انت ممكن تحل شوامل في ليالي الامتحانات عادي، بس النقطة ان انت تخلص مراجعة. ما هو انت ما ينفعش تحل وانت مش مراجع، يعني لازم تكون انت مخلص مراجعتك. خلصت مراجعتك دلوقتي، ابدأ حل شوامل. ما لحقتش تخلصها وخلصتها يا دوب على اللي انت تبدأ الامتحانات، خلاص خلص المراجعة وما تحلش الشوامل وحل في ليالي الامتحانات. انما ان انت تبدأ حل وانت مش مراجع، اولا هتغلط وهتكتئب لان انت مش عارف تحل، والاسئله ممكن تكون سهله بس انت مش عارف تحلها لان انت ما راجعتش او مش عارف تربط الموضوع ببعضه. فاهم حاجه ان انت تراجع. خلص مراجعتك وبعد كده ابدا حل شوامل حتى لو هتحل قبلها بيوم، بس المهم ان انت تكون مراجع. تاني سؤال: انا مش عارف احل جيولوجيا وبغلط فيها كتير قوي وعايز طريقه كويسه اذاكر بيها. الجيولوجيا فيها كميه حفظ كبير جدا، فانت لو قعدت تحاول ان انت تحفظها مش هتعرف تحل. اهم حاجه ان انت تفهم هو بيقول ايه. يعني انت مثلا الارقام والحاجات دي موجوده في كتاب المفاهيم، انما الحاجات اللي هي فيها فهم شبه الفوالق وان هو يسالك الفالق دوت نوعه ايه والحاجات ديت محتاجه فهم لان انت مش هتحفظها. فانت حاول تفهم النقط ديت، والابواب كلها لخصها بطريقتك انت. اكتب باللغه العاميه، المهم تلخصها صفحه صفحتين تلخص الباب كامل. وفي ناس بتقول مش بعرف الخص. انت بص، التلخيص ان انت بتكتب النقط المهمه، اكتب العناوين المهمه في الباب، فدوت هيخلص لك الموضوع. واول ما تقرا العناوين ديت هتفتكر الحاجات التانيه. دي طريقه مذاكرتك. والحل ان انت بس تطبق على الحاجات اللي انت بتذاكرها. سؤال: الامتحانات قربت وفي حاجات كتير جدا واقعه مني ولسه ما حلتش شويه. زي ما قلت، مش شرط ان انت تبدا تحل شوامل دلوقتي، المهم ان انت تلم الحاجات اللي واقعه منك. فانت لم اللي واقع منك الاول وبعد كده ابدا حل شوامل. ونقطه ان حلمك ضاع منك والحاجات ديت انت ما تعرفش، انت مالكش دعوه بالنتيجه، انت كل اللي عليك السعي. حتى لو انت فقت متاخر بس المهم ان انت تفوق. فحاول تلم نفسك في الفتره الاخيره. يعني في ناس بتقول لك انا كده مش هلحق. ما بص، انت مالكش دعوه تلحق او ما تلحقش، اعمل اللي عليك. يبقى انت كده اديت فرصه ان انت ممكن تلحق تلم كل حاجه. حتى لو ما لحقتش تلم كل حاجه هتكون لميت كميه كبيره جدا لحد ما تبدا امتحاناتك. فانت ما تخليش ان انت الفرصه الوحيده اللي قدامك ان انت ما تلحقش، لا، انت توسع الفرص ان انت تلحق او تلم حاجات كتير. السؤال اللي بعده: لسه ما خلصتش المواد وبضيع وقت كتير وبنام كتير ولسه في الكيمياء في الباب التاني وبتتعب كتير، ده بيأثر على مذاكرتك. اجابات الاسئله دي كلها: اول حاجه الكيمياء انت دلوقتي ممكن تسمع ملخصات، لان مفيش وقت ان انت تسمع درس بدرس. اسمع الملخصات اللي بتنزل على اليوتيوب، ممكن الباب يبقى في 5 ساعات، ما انت كده هتوفر وقت كبير جدا. يعني هم 5 بيبان، هتخلص في 25 ساعه، يعني في قول في يومين تكون مخلص المراجعه وتبدا حل. ونقطة إن أنت بتضيع وقت كتير ديت حلها إن أنت تبعد كل المشتتات، وكل ما تيجي تبعد نفسك عن المذاكرة تجبر نفسك إن أنت تذاكر. مفيش حد بيذاكر بمزاجه، كلنا بنذاكر غصب عننا. ما تقولش إن مفيش شغف أو أنا مش قادر أذاكر، لأن كده كده إحنا بنجبر نفسنا. ونقطة النوم الكتير: لازم تحدد فترات نومك. أول بداية في المذاكرة لازم تكون بتنام كويس. أول حاجة تحدد ميعاد من هنا لهنا، ما ينفعش تنام بطريقة عشوائية، ما ينفعش تنام اللي هو أي وقت بقى أنام وأي وقت أصحى، لا، كل يوم هنام في الميعاد ده وأصحى في الميعاد ده. زي ما كنا عاملين في المعسكرات كلها، كنت دايما شرط أساسي في كل المعسكرات مواعيد النوم تكون ثابته. حاول تثبت مواعيد نومك وتظبط منبهات وتفوق اول ما تصحى، وتحط جنبك ميه لو انت بتنام وانت بتذاكر، الميه بتفوق جدا. السؤال اللي بعده: مشكلتي في الانجليزي وبالذات في الكلمات ومش عارف احفظ بالورقه والقلم، وهل هلحق احفظ كلمات كتير ولا لا؟ بص، في نقطه الكلمات تلحق تلم كلمات كتير جدا عادي، لان الكلمات بيبقى معظمها متكرر قبل كده. انت ممكن تكون مفكر ان انت مش حافظها، بس انت لو قريتها بس هتفتكرها. فانت حاول تحفظ. انا كنت منزل فيديو اللي قبل الاخير تقريبا طريقه حفظ، كان فيديو دقيقه ونص، ممكن تسمعه هيظبط لك نقطه الكلمات دي. ونقطة إن أنت مش عارف تحفظ بالورقة والقلم دي يعتبر من أفضل الطرق في الحفظ. أنت ممكن تكون أنت مش عايز تحفظ بالورقة والقلم، بس ديت أفضل طريقة، إن ديت بتثبت معاك وأنت بتكتب. اتكلم أنت اسم الكلمة عشان تفكر نفسك، أنت كده فاكرها بعينك وبصوتك وبإيدك. الإيد لها ذاكرة، أنت ممكن تكون أنت مش فاكر الحاجة وبتكتب كده وأنت مش فاكر هي إيه. السؤال اللي بعده: بذاكر بشكل بطيء جدا ولسه لحد دلوقتي بغلط غلطات كتير. نقطة إن أنت بتذاكر بشكل بطيء: حددي فترات للمذاكرة. يعني مثلا هذاكر من الوقت ده للوقت ده، ما ينفعش أطلع بره. لو طلعت بره هدخل في المادة اللي بعده، ما تديش فترة كبيرة. لو حطيت اسبوع للماده هتذاكرها، وحطيت يوم هتذاكرها. فانت حدد فترات للمذاكره تكون فترات منطقيه. يعني انت مثلا هتذاكر الباب دوت في 4 ساعات، بعد ال4 ساعات مش هفتح الباب ده، همسك في الحاجه اللي بعده. نقطه ان انت بتغلطي كتير ده طبيعي جدا، انت بتغلط. يفضل ان انت تغلط دلوقتي عشان ما تغلطش في اخر السنه، بس لازم تتعلم من اخطائك. الاخطاء اللي انت بتغلطها تعرف انت غلطت فيها ليه من الشرح، وتفهم ايه الغلطه بتاعتك عشان لما تتكرر تاني او تيجي فكره شبهها ما تغلطهاش. ونقطه حل الشوامل: قلت ان عادي طبيعي ما تحل الشوامل دلوقتي، بس المهم ان انت تخلص مراجعه. بقيت بطيء في المذاكرة وبحس إن أنا مش بنجز، وممكن آخد في الشابتر أسبوع والناس كلها خلصت مراجعات ما عدا أنا. أولا، ما تركزش مع حد مين خلص مراجعات ومين مخلص، مالكش دعوة، أنت ليك بنفسك، ما تقارنش نفسك بأي حد. ونقطة إن أنت بتاخد الشابتر في أسبوع دوت بصراحة كتير جدا. أنت ممكن الشابتر دوت يخلص في يوم، بس الفكرة إن أنت مش بتحددي وقت. أنت ممكن تزهقي من المذاكرة وتقومي، أو مثلا بتقعدي تعيدي في تفاصيل هي مش محتاجة تتعاد. الشابتر دلوقتي المفروض تاخديه كمراجعة، ما تذاكريش مذاكرة نصية.
ان انت تقعدي تجيبي الدرس دوت وتسمعه تاني وتحل عليه، لان مفيش وقت لكل دوت. انت دلوقتي المطلوب منك تلم مراجعه سريعه علشان تبدا في المواد الغير مضافه وتبدا في العربي، فعلشان عقبال ما توصل لهم تكون انت خلصت مراجعه كل المواد. فيفضل ان انت تحددي وقت لكل حاجه ويكون وقت منطقي وتراجعي على طول من فيديوهات المراجعه. السؤال اللي بعده، ما بداتش انجليزي اعمل ايه؟ طبعا انتوا اخدتوا بالكم ان النور قطع، بس عادي نكمل الفيديو عشان الفيديو ينزل في وقت. نقطه الانجليزي ان انت ما بداتوش، اهم حاجه دلوقتي ان انت تبدا تحفظ كلمات، لان المهم جدا الكلمات الفتره ديت. فحاول على قد ما تقدر تحفظ كلمات. الكلمات انا كنت منزل لها فيديو ازاي تحفظه، الفيديو دقيقه ونص، فممكن تسمعه هيظبط لك الدنيا في الكلمات. ونقطه القطع برضه انا كنت منزلها فيديو، وعلشان تظبط القطع لازم تظبط الكلمات. فاول حاجه في الانجليزي لازم تظبطها الكلمات. السؤال اللي بعده، لسه ما خلصتش مراجعه المواد ولا حليت شوامل ومش عارفه تعمل ايه ومش عارفه تكمل مراجعه ولا تبدا تذاكر عربي. بص، العربي ليه ايامه ولسه فاضل فتره كبيره عليه. انت تكمل مراجعتك دلوقتي، ولسه اصلا المواد الغير مضافه مش دلوقتي، برضه قبلها بيومين ثلاثه بس تبدا تذاكرها، وهتذاكر برضه مع المواد الاساسيه. لان دلوقتي المهم هو المواد الاساسيه، فانت كملي المراجعه دلوقتي واستني العربي دلوقتي، واستني برضو المواد الغير مضافه مش دلوقتي. ونقطه الشاور زي ما قلت، اهم حاجه تخلص مراجعتك الاول. والناس اللي بتبطئ نفسها في المراجعه حاول تنجز نفسها في المراجعه على قد ما تقدر عشان حتى تحل شامل او اتنين. بس نقطه الشوامل مش شرط تحل شوامل دلوقتي، انت لو خلصت مراجعه تبدا تحل، لان مفيش حاجه تانية تعملها غير ان انت تحل. السؤال اللي بعده، مشكلتي في كلمات هو الناس لازم تعدي وانا بصور الفيديو، يعني النور قاطع والجو حر والناس بتعدي تبيع والدنيا. مشكلتي في كلمات الانجليزي كل ما احفظها وانساها تاني. بص، نقطة الحفظ التكرار هو اللي بيثبت. المخ بيثبت اي حاجة بتتكرر عليه. انت مش بتلاحظ ان ممكن اي حاجة بتطلع ترند تكون انت بتحفظها من غير اصلا ما تكون انت بتثبت الفيديو، بس عشان هي بتتكرر كتير جدا قدامك فبتحفظها. فانت كل ما تنسى احفظها تاني، وهتكون اسرع لان انت كنت حافظها قبل كده، وتسمعها لنفسك تاني. حتى لو مش شرط ان انت تحفظها، ممكن تسمع على طول وتلاقي نفسك حافظها. السؤال اللي بعده ملخصه، مش بعرف احل احياء وكنت ممكن في الصفحة كلها احل سؤال واحد بس. النقطة ديت حلها ان انت في الاحياء تقرا السؤال كويس قوي. في الاحياء بيلعب كتير جدا على النطق بتاع الكلام، يعني ممكن يحط لك الفكره كلها ان انت لو قريت السؤال صح هتعرف تحله. فانت ركز جدا وانت بتقرا السؤال، وعيد تاني بعد ما تحله. ما تحلوش مره وتروح، لا عيد تاني. وحتى لو حليت صفحه في 10 اسئله، بعد ما تخلص ال 10 اسئله راجعهم تاني وبعد كده صححهم لنفسك. مش اول مره تقرا السؤال وتحل على طول يبقى كده انت حليت صح، لا لازم تعيد السؤال مره واتنين، عشان صياغه اللغه العربيه في السؤال بتاع الاحياء بيحكم كتير جدا في الاجابه. فلازم تركز كويس جدا وانت بتقرا الاسئله. دي كانت معظم الاسئله اللي اتكررت، قلت انزلهم لكم دلوقتي لان هي متكرره كتير جدا. في اسئله تانية لسه ما تردش عليها، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو وتقدروا تذاكروا، ممكن ان شاء الله اعمل لكم بارت 2. لو عايزين قولوا لي تحت في الكومنتات. لو عايز تبعت لي اسئله انا ما قلتهاش، ممكن تبعت لي تحت في التليجرام، هتلاقي لينك تحت في الديسكربشن. ممكن برضو تبعت لي على الانستجرام، هتلاقي لينك تحت في الديسكربشن. وبرضو في ناس بتزعل ان انا ما بردش بسرعه. نقطه ان انا برد، انا بحاول ارد على قد ما اقدر على كل الناس، بس الفكره ان عشان في الجامعه وفي حاجات كتير جدا، انا ممكن اقعد في الجامعه من مثلا من الصبح لحد بالليل، فدي بتبقى مشكله بالنسبه لي. بس على قد ما اقدر بحاول ارد على كل الناس، فحتى لو اتاخرت عليك في الرد انا هرد. فما تخافش، انا كده كده هرد، بس الفكره بس ان بيبقى في تاخير.